النادي المصري لما جه كابتن عصام في الاول قال لا وجود النادي المصري في المسابقه. قلت له يا كابتن عصام مش بتاعتك. رجع هو الراجل قال لا انا ما كنتش اقصد كده، كتر خيره يشكر. ليه؟ لان المحكمه الرياضيه الدوليه اصدرت قرارا بعوده ان هو مش هيتوقف. بس الراجل المحترم كامل ابو علي، الاستاذ كامل ابو علي من امريكا، قال لي احنا كناس بنحب هذه البلد، احنا بنعتذر عن ان احنا نلعب الموسم القادم ويقبل اعتذارنا اتحاد الكوره ونلعب الموسم بعد القادم في الدوري الممتاز، بالرغم ان هو وفقا للمحكمه الرياضيه الدوليه اللي يمشي قرارها على بلاتر وعلى اتحاده قال انه يلعب السنه الجايه. بكلمكم بصراحه في الدوري الممتاز عادي جدا. لكن الراجل طوعيه واختيارا قال كده. بص لها اتحاد الكوره عمال يتدلع ويسوف في الرد. ايه المشكله دي؟ المشكله لو اتحاد الكوره ما قبلش اعتذار النادي المصري على المشاركه في الدوري الموسم اللي جاي، معناها الموسم اللي بعده ينزل درجه رابعه. قلت اذا امرت ان تطاع فامر بما هو مستطاع. مش تقول له ما تلعبش السنه دي في الدوري الممتاز والسنه اللي بعديها تنزله درجه رابعه. مين قال كده؟ والمحكمه الرياضيه ما قالتش كده. كتر خيره انه الراجل طوعيه واختيارا قال لك السنه الجايه مش هلعب في الدوري الممتاز عشان احافظ على مشاعر المصريين بعد الوقت